ازيكم يا جماعه؟ في الفيديو دوت انا جبت لكم طريقه تجيب لكم اكتر من 20 شغلانه كل يوم لغايه عندك، متفصله عليك وفيها كل الحاجات اللي انت بتدور عليها. من ناحيه السعر، هل انت بتدور على شغل بالساعه ولا بالبروجكت وعايزه ما يقلش عن كام؟ ايه نوع الشغل اللي انت بتدور عليه في مجالك؟ لو انت شغال مونتاج، هل انت بتدور على الشغل في تيك توك ولا انستجرام ولا يوتيوب ولا في الثلاثه؟ وسواء بقى انت شغال في البرمجه او جرافيك ديزاين او غيره من المجالات، الطريقه ديت هي بالظبط اللي هتطبقها، بس هتغير كام حاجه فيها، وكل دوت هيجي لك لغايه عندك من غير حتى ما تفتح موقع ابورك. طب وانا ليه بقول لك كل دوت؟ انا بقول لك كل دوت عشان انا كنت مكانك، كنت بضيع وقت كتير جدا وانا بدور على شغل، كنت بفتح موقع ابورك، بفتح اول شغلانه لا مش مناسبه، تاني شغلانه كويسه بس الشغل اللي مطلوب فيها السعر قليل جدا بالنسبه للي طالبينه، ويعدي اليوم الاول والتاني والتالت وانا لسه بدور على شغل اقدم عليه، ويا اتقبل يا اترفض يا البروبوزل بتاعي ما اتشافش اصلا. ودي مشكله مش انا بس اللي بواجهها، لا بالعكس، فريلانسرز كتير جدا مبتدئين واللي عندهم خبره كتير جدا برضو بيقابلوها. فعشان ما اطولش عليك يلا بينا نبدا. اول حاجه هتعملها ان انت تدخل على موقع ابورك، وانا عارف ان انا قلت لكم مش هتخش عليه كتير، بس هي اول مره عشان انت بتظبط الدنيا لسه. هتدخل على الموقع، هتكتب السيرش تيرم اللي انت عايزه. انا عن نفسي بدور على شغل في مجال اليوتيوب، فانا كتبت اليوتيوب فيديو اديتور. لو انت شغال بقى مثلا برمجه، ماركتنج، جرافيك ديزاين، اكتب الحاجه اللي على مزاجك واللي انت بتدور على شغل فيها. هتكتب، انا كتبت عن نفسي يوتيوب فيديو اديتور، جات لي الصفحه بتاعت السيرش فيها كل الشغلانات اللي مكتوب فيها الكي ووردز ديت. انا عايز شغل معين، انا بدور على حاجات معينه في الشغل بتاعي، عايز الشغل بتاعي مثلا يكون فيه اللي عايز حد انترميديت او اكسبرت. بعد كده انا عايز الشغل بتاعي ما يقلش عن $10 في الساعه، فانا مش هدور على شغلانه مثلا يجي يقول لي انا عايز حد يعمل لي مش عارف فيديو مش عارف ايه $5، لا مش عايز حد كده. انا دلوقتي هنزل تحت شويه وهشوف عدد من الناس اللي مقدمه على الشغل انا عايزه يبقى قد ايه. هختار الحاجات اللي هي اقل من 5، والشغل اللي من 5 ل 10 ومن 10 ل 15. طبعا انا بختار الحاجات دي على ايه؟ ليه ما اختارش مثلا من 20 ل 50 او من 15 ل 20؟ هتقول لي عشان كتير، لا، انا بختار الحاجات دي على اساس الحاجات اللي انا كنت قايلها في الفيديو قبل كده. في فيديو كنت عامله مش عارف هو هنا او هنا، هو ازاي تقدم على شغل، ايه هو الشغل اللي انت المفروض تقدم عليه وايه الشغل اللي انت تتجنبه. في حاجات معينه كده 8 خطوات تقريبا انا كنت حاططها في الفيديو دوت، على اساسها تختار الشغل عشان ما تضيعش الكونكتس بتاعتك، عشان الكونكتس دلوقتي بقت غاليه والشغل بيطلب كونكتس كتير. اخترت دلوقتي من 10 ل 15. اخترت البيمنت بتاعتهم تبقى فيريفايد، ما يكونش حد مش مفعل البيمنت بتاعته او كريدت كارد بتاعته. يعني ايه بيمنت فيريفايد؟ يعني حد حاطط الكريدت بتاعته، ابورك لما حط هو الشغل بتاعته اخد منه الفلوس، عشان ما حدش ينصب عليا في اي شغل. نزلت تحت شويه، انا عايز حد يكون هيشتغل من 3 ل 6 شهور، مش عايز حد يكون شغال بقاله هيقعد معايا مثلا 3 شهور او شهر، لا انا عايز من 3 ل 6 او اكتر. دول الحاجات اللي انا بدور عليها. هنعمل بقى ايه؟ تاني حاجه هتعملها ان انت هتدوس سيف للسيرش دوت، عشان مش كل مره تخش تعمله. هنعمل سيف للسيرش ونطلع ندوس على كلمه ابورك بره. هتلاقي عندك اتنين نفس الكلام مكتوب، واحده يوتيوب فيديو اديتور نمبر 1 تحت في تحت كلمه ماي فيد، وواحده فوق كمان تحت السيفد سيرشز. انت هتدوس على اللي تحت، اما تدوس عليها هتاخد بالك ان السيرش اللي تحتيها كله الشغلانات اختلفت. بس انا مش فارق معايا الشغلانه تحت ديت، انا عايز الثلاث نقط اللي فوق دول. اما تدوس عليها هتلاقي عندك حاجه اسمها فيد لينكس، تحتيها كلمه ار اس اس او اتوم. ار اس اس ديت اما تدوس عليها هيجيب لك صفحه كبيره كده مليانه كلام، بالنسبه لي انا هيروغليفي اصلا مش فاهم منها اي حاجه، بس هتاخد اللينك بتاعها. وما تاخد اللينك بتاعها بقى هتدخل على موقع اسمه زابير. الموقع ده عباره عن اوتوميشن. زي ايه مثلا بالنسبه للناس اللي مش فاهمه؟ هو موقع عباره عن انت بتقول له اما اكس يحصل واي يحصل. يعني ايه؟ انا دلوقتي اهم حاجه تحصل عندي ان انا اما حد ينزل شغل اعرف ازاي؟ يجي لي مثلا ايميل على جوجل، يجي لي نوتيفيكيشن، يجي لي في الرسائل، بس اما حد ينزل شغل اعرف، صح ولا لا؟ فانا بالتالي هخش عليه وهنعمل اول حاجه لازم تعملها عليه انك انت تعمل اكونت عليه بجوجل او بايميلك عادي خالص. بعد كده تدخل تعمل كرييت، هتلاقي اول واحده خالص كلمه زابس اوتوميتد ورك فلوز. بعد كده هتدوس على كلمه تريجر، تدوس على كلمه تريجر. التريجر ده بالظبط هو اللي انت بتقول له عليه ايه اما ده يحصل. ايه هو بقى اللي يحصل؟ اما حد ينزل شغل. فبالتالي هندوس على ار اس اس باي زابير اهي ديت، وهتلاقي على اليمين طلعت لك بتاع كده بتقول لك ايه الايفنت او بيقول لك يعني ايه اللي انت عايزه اما يحصل. فانا هقول له ايه؟ اما نيو ايتمز ان فيد، تمام، اما حد ينزل شغلانه يعني. هدوس عليها واعمل كونتينيو. تمام. الفيد يو ار ال، هدوس على اليو ار ال اللي انا كنت واخده من اللينك اللي فوق وهحطه هنا، وبعد كده هعمل ريفرش عشان اتاكد بس اللي هو ايه مظبوط شغال.
دوسنا بعد كده كونتينيو. هتدوس بعد كده تيست تريجر، هو بس بيجرب اللي هو اللينك ده شغال بتاعك. بعد كده هتدخل على قدامك 3 حاجات: نيو ايتم ان فيد سي، نيو ايتم ان فيد بي، ونيو ايتم ان اي. طبعا هتختار نيو ايتم ان اي، ولو سالتني ايه السبب هقول لك ما اعرفش. وحتى الشخص اللي انا اتعلمت منه الفيديو بيقول لي برده ما اعرفش، هو برده اخدها من حد وهي كلها دايره بيتعلم ناس. انا عن نفسي مقتنع ان انا هو مثلا في ناس كتير ما وصلتلوش، انتوا مثلا ما وصلتوش للشخص دوت، بس وصلتوا للمعلومه عن طريقي، فدي حاجه الصراحه تشرفني وتبسطني ان انتوا عرفتوا ان انا كنت سبب ان انا عرفتكم الحاجه. بس السبب انا ما اعرفوش الصراحه. فخلينا ايه مكملين. هتدوس على نيو ايتم ان فيد ايه، وتعمل كونتينيو وذ سيلكتد ريكورد. بالمناسبه يا جماعه في نص الفيديو كده معلش، انا حابب اشكر كل واحد اتفرج على الفيديوهات بتاعتي وعمل لي سبسكرايب، او حتى لو ما عملوش سبسكرايب ان شاء الله تعملوا. توبوا بس كده وان شاء الله ربنا يكرمكم تعملوا. احنا الحمد لله النهارده وصلنا 4000 سبسكرايبر، وبجد شكرا قوي على الموضوع دوت. واحتفالا بدوت انا جبت مايك عشان عارف ان ال 4000 اللي كانوا معايا بيتعذبوا كل يوم وانا بتفرج على الفيديوهات بتاعتي، وانا مشكلتي في الصوت، صدى صوت بقى، او في ناس جنبي بتتكلم، او في خلفيه فيها حاجه غلط او كده. فشكرا على الناس اللي استحملتني كتير قوي على الايام اللي فاتت، وان شاء الله يعني الايام الجايه تتحسن والدنيا تبقى احسن. نرجع للفيديو. دلوقتي هيجي يقول لك اعمل اكشن. ايه هو الاكشن؟ عندك هيبقى عندك جوجل كالندر، وعندك جوجل كونتاكتس، وعندك جوجل درايف، وعندك جوجل شيتس. في ناس بتاخد الحاجات دي على جوجل شيتس، انا مش عايزها على جوجل شيتس دلوقتي اللي هي زي اكسل والحاجات دي. انا عايز الحاجات دي تجيلي في ايميل مخصص ليه. هعمل ايه؟ هدوس على الجيميل. جميل. نصيحه ليك في الحاجات ديت، انا عايزك تعمل ايميل على جوجل جديد خالص، وتسميه اي اسم، مثلا اسم مثلا اب ورك مثلا، شغل جديد من اب ورك عن طريق زابير مثلا، اي تكتب تسميه اي حاجه ما اعرفش، بس ده يكون مخصص ان هو يكون للحاجات دي فقط، ما يكونش مثلا داخل فيه مثلا حاجه بتاعت فيسبوك وحاجه بتاعت انستجرام والحاجات اللي انت بتاخدها بتعمل نيوزليتر من اي حته او كده، لا. تمام. دلوقتي هيطلع لك شاشه على اليمين عباره عن اب ان ايفنت. دي عباره عن ايه؟ بيقول لك مثلا ايه الابلكيشن اللي انت اخترته، مكتوب الجيميل على اساس اللي احنا مختارينه. طب ايه هو الايفنت اللي احنا مختارينه؟ الايفنت ده غير الايفنت اللي قبليه. يعني ايه كلمه ايفنت هنا مختلفه عن اللي فاتت؟ هو الاول كان بيقول لك ايه هو التريجر، انت عايز ايه يحصل عشان ده يحصل. اللي يحصل الاولاني اللي حد ينزل شغلانه جديده. يحصل ايه بقى عشان ده نزل شغلانه جديده؟ يتبعت لي ايميل. هنا بقى هندوس سند ان ايميل. جميل. هنخش بعد كده تاني واحده على اكونت، اما تدوس على كونتينيو هتلاقي بيقول لك حط الايميل بتاعك. تمام. هنحط الايميل اللي احنا لسه عاملينه الجديد بتاع الشغل بس. دوسنا كونتينيو. بعد كده هندوس على ايه؟ اكشن. اكشن ده بقى عباره عن ايه؟ اول واحده خالص هتقول تو مين؟ تو الايميل بتاعك. هتكتب الايميل بتاعك. بعد كده هتنزل تحت هتدوس فروم الايميل بتاعك، عشان بعد كده هيجي لك الايميل مكتوب ايه اللي هو فروم مي. فاهمني؟ هننزل تحت وندوس على سبجكت دي بقى انت تسميها اي حاجه انت عايز تتعلم الشغل بيها. دلوقتي مثلا انت الايميل بتاع الشغل دوت لقيت نفسك رحت مشترك في نيوزليتر، برضو انا عارف الحوارات ديت. اشتركت في حاجه ثانيه مثلا برضو تبع الشغل عادي خالص، بس انت عايز تركز ان ايه هو الشغل اللي جاي لي عن طريق ابورك، وايه النوتيفيكيشنز اللي جاي لي عن ابورك عاديه. فانا عن نفسي هكتب نيو ورك فروم ابورك زابير. جميل كده، انا عرفت ان الشغل دوت السبجكت بتاعه كذا. هنزل بعد كده بقى تحت خالص واخش على البادي. دي اهم حاجه عندي. ايه المعلومات اللي انا عايزها تجيلي عن الشغلانه؟ انا اول حاجه عايز اركز فيها ايه هو التايتل بتاعها، صح ولا لا؟ وبرده ركز الفيديو هنا او هنا تقريبا مكتوب فيه الحاجات اللي انا ببص عليها في الشغلانه، فانت بالتالي عايز الحاجات دي تبقى موجوده قدامك تختصر عليك وقت. تمام. تاني حاجه انا عايز الشغلانه دي نزلت امتى. جميل. انا من الحاجات اللي كنت بقول لك عليها برده في الفيديو دوت ان الشغلانه لو نزلت بقى لها يوم 2 او 3 هو غالبا لقى حد خلاص، فبالتالي ما تقدمش قوي. لا، بص على الشغلانات اللي بقى لها النهارده بقى لها كام ساعه، الحاجات دي فعلا بيبقى لسه بيدور ولسه العميل بشغف بيدور على حد يشتغل معاه، فانت ركز على الشغل بالطريقه دي. هنشوف البابليكيشن دي بتاعها، وبعد كده هنخش على الديسكربشن. تالت واحده هي الديسكربشن. الديسكربشن بقى هتلاقي فيه مش ديسكربشن العميل كاتبه بس، لا دي حاجه كويسه فيها هقولها لكم دلوقتي. رابع حاجه هي هتدوس عليها اللينك. طبعا عشان الشغل عجبك جميل خش على اللينك بقى، مش هنقعد نلف حوالين نفسنا وندور على الشغلانه جوه ابورك، ولا هندوس على اللينك نلاقيه خلاص. تخش بعد كده تدوس كونتينيو. قبل ما تعمل ببلش هنعمل ايه؟ تيست. التيست ده هنخش على الجيميل بتاعنا
اول حاجه لو تاخد بالك منها مكتوب ايه، مين اللي باعت؟ مي. اسم السبجكت نيو وورك فروم ابورك زابير. هنخش عليها، هتلاقي قدامك هنا اسم الشغلانه، التايتل بتاعها experience video editor for YouTube. هتلاقي الببليكيشن ديت يعني عشان كنا حاطينه تاني حاجه، هتلاقي ابورك، هتلاقي مكتوب وينزداي 15 مايو كذا كذا كذا. نصيحه ليك انا ما عملتهاش في الفيديو الصراحه، بين كل واحده والتانيه دوس انتر. يعني وانت بتدوس اول واحده التايتل دوس انتر، كده تعمل الببلش ديت دوس انتر وهكذا. ليه؟ عشان يفرق لك. لان انا واخد بالي دلوقتي هنا مثلا ان التايتل دخل على الببليكيشن ديت، دخل على الديسكربشن، فاهم قصدي؟ لا، فاحنا نركز يعني هنعمل الحته دي عشان نفرق شويه. تحتيها هتلاقي مكتوب لك الديسكربشن ان العميل كاتبه we're looking for multiple people experienced in video editing for the current niche a similar channel for these to these مثلا الاثنين دول، وحاطط لك اليوتيوب بتاعهم. ننزل تحت هنلاقي كاتب لك السعر، واخد بالك اقل حاجه 10، انا كنت عامل اقل حاجه 10، فهو كاتب ايه من 10 ل 30، عشان كده الشغلانه دي جات لي. بوستد اون 15 مايو الساعه 12. كاتيجوري فيديو اديتنج، جميل. سكيلز كاتب لي السكيلز كلها، الكونتري استراليا، تمام. كليك تو ابلاي وكاتب لك اللينك بتاع الشغلانه، هتدوس عليها هتلاقي الشغلانه قدامك، وهنا من هنا تقدر تقدم. وطبعا بالنسبه للناس اللي ما شافتش الفيديوهات بتاعت فضل عبد العزيز ازاي تكتب كفر ليتر، ممكن تدخل على الفيديوهات بتاعته وتشوف ازاي تقدم على الشغل. وهو هينزل فيديوهات تانية عن عباره عن هاكس او حاجات تركز فيها وانت بتقدم على الشغل عشان تلقط عين العميل. فاتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، وشكرا تاني للناس اللي عملت لي سبسكرايب الصراحه، والناس اللي ما عملتش اعملوا. الناس دي يا جماعه هي السبب في اللي انا فيه دلوقتي الصراحه، الحمد لله. يعني مش عارف، ده اولا بتوفيق ربنا الحمد لله. واتمنى ان انتوا يكون عجبكم الفيديو، ولو عجبكم اعملوا لايك، الحوار ده بيفرق جدا معايا. واكتبوا لي في الكومنتات هل الصوت كويس ولا لا، لان في ناس كتير قوي اتكلمت معايا في الحوار ده فعلا. شكرا.